بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناتكم كويزين لالجيرواز. وصفتنا لليوم حلوى من حلويات العيد، وهذه الحلوى يعني محبوبة عند الجزائريين، وكاين ناس بزاف صراحة مائدة العيد لازم تكون فيها هذا النوع من الحلويات اللي هي الغريبية. وشنو درت لكم هذه الخطرة بشكل جميل وذوق مختلف، درت لكم هذه الخطرة غريبية البيستاش. ما نطولش عليكم الهضره، تابعوا معايا مباشره طريقه التحضير. ما تنساوش ديروا النجم، الله يرضى عليكم. اول حاجه هنا خديت الريسيبيون تاعي، حطيت فيه كيله تاع السمن. كيما راكم تشوفوا السمن نديرو هكايا، يعني شادوا روحو ما ندوبوش. راح نخلطوه جيدا بالباتور حتى يتحلنا كامل، يعني شغل يشكل شكل كريمه هكذا. التمات راح نضيف له 4 كيلة اللي كيلت به السمن تاع سكر كلاص، 4 ولا فوق 4 شويه، يعني ما يوصلش النص، ما تكتروش بزاف باش ما تجيكمش حلوه بزاف هاد الغريبيه. راح كيف نخدم هذاك السمن مع السكر كلاص جيدا مع بعض حتى هذاك السكر كلاص يولي ما يبانش، يدخل كاع في السمن، يبدا يذوب كامل، باش من بعد نضيفوا باقي المكونات. تقدروا تستخدموا الفوي اللي ما عندوش الباتور. وشنو العمليه راح تكون يعني طويله، ماشي كيما الباتور. الباتور تمتم راح يخلي لكم هذه المكونات تتجانس عفوا. هنا بعد ما خدمت هذيك السكر جلاس مع السمن، جبت هنا 3 مغارف كبار تاع الزيت العاديه بيان سور. نديروا 3 مغارف كبار راح نحطهم مع هذه المكونات، ونفس الشيء نبدا نخلط كامل، يعني كل شيء مع بعض حتى هذيك الزيت يعني تتجانس مع باقي المكونات وتولي يعني ما تبانش هكاك سائله. وشنو هنا نقول لكم باللي خدموا مليح هاد السمن مع هاد المكونات جيدا، يعني ضربوها مليح كسوا بالباتور ولا بالفوي، ضربوها مليح حتى تولينا هكا كريمه مايله للبياض. كيما راكم تشوفوا هنا راني نحاول انه الاطراف كاع نلمهم نحطهم في الوسط باش نزيد نخدمها مليح مليح كيما راكم تشوفوا حتى تولينا ليس وتولينا مايله للبياض. في هذه المرحله راح نضيف كميه من البيستاش. كي نقول لكم بيستاش ما تخلعوش، ماشي زعما كميه كبيره، جست هكا واحد قولي 30,000 ولا مش حاجه كبيره كامل. كيما راكم تشوفوا نرحيوه ونضيفوه لداخل، ونزيدو لاغوم تاع البيستاش. لاغوم تاع البيستاش اللي يكون ملون، برومييرمون يعطيكم الريحه تاع البيستاش، دوزيامون يعطيكم اللون هذاك الاخضر الجميل اللي تعطيكم شكل شباب في الغريبيه. من بعد نبدا نضم بالفارينه. الفارينه بلا ما نقول لكم شحال، يعني عينكم هي ميزانكم. والملمس تاع العجينه انتو تعرفوه، الغريبيه لازم يكون الملمس تاعها تكون طريه، ما تكونش يابسه، باش ما تجيكمش يابسه لازم تكون طاريه. راح نطم بالفارينه. والنصيحه الثانيه اللي نعطيها لكم انه ما تعجنوش الحلوى. شوفوا الحلوى جامي تعجنوها، طموها باطراف الاصابع، العجين غير سي با لابين. بعد ما طميت العجينه تاعي دوك نروح نوزن الكريات تاعي. راح نوزنهم كامل 35 غرام باش يجوني كامل على حبه ويجوني كامل شكلهم شباب. وراح ندورهم مليح كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل. وراح نستخدم انا المول تاع الزهره، هذوما لي مول اللي فيهم جهه وجهه، راح نستخدم الجهه اللي فيها الزهره. نتوما تقدروا تستخدموا اي نوع عندكم ديروه، والشكل اللي عندكم تقدروا ديروه، الاختيار لكم. يعني ماشي لازم ديروه كيما انا نعطيكم الافكار وانتم ابدعوا في التغيير تاعها. كيما راكم تشوفوا المول درت له شويه فارينه، رشيت له شويه فارينه من الداخل باش ما تلصقليش. وهنا الكره تاعي نحاول انه ندورها مليح ونخلي الملمس تاعها ناعم باش ما يجونيش فيها تشققات ولا يجوني فيها زعما شكل معوج. كيما راكم تشوفوا نحطها داخل الدائره، ومن بعد تيك نضغط عليها من الفوق. هاد لي مول كامل تقريبا نورمالمون الجزائريين كامل عندهم، لان واحد الوقت خرجوا بزاف كانوا يديروا بهم الصابلي. انا متاكده انه كل بيت جزائري عنده هاد ليمون. كيما راكم تشوفوا، شوفوا الشكل الورده اللي خرج لي بهذا الشكل. انا راح نديرهم كامل، راح نحطهم في صينيه يكون فيها ورق الزبده باش ما تلصقناش الغريبيه تاعنا. ندخلوها في الفرن يكون درجه حرارته متوسطه، ونعسوها البنات، ما نخلوهاش طيب مليح. الغريبيه ما لازمش طيب مليح لانه ما فيهاش حاجه طيب يعني صراحه، باش ما تيبسناش. من بعد تيك تزيين تاع حبيت نديرو بسيط كيما هي منها وفيها. كيما درتها تاع بيستاش، درت هذيك لا كريم تاع البيستاش في اون بوش، وعمرت هذاك الوسط تاع الزهره بها. وراح ندير لها حبيبات تاع البيستاش كزينه، ولا تحبوا تفتتوا ديروه من الفوق ولا اختيار لكم. شوفوا انا البنات هنا عطيت لكم الفكره تاع غريبيه بالبيستاش، تقدروا ديروها حتى بالبندق باللوز كيما تحبوا.
وديروا التزيين من الفوق كيما تحبوا، كريمه البندق، كريمه تاع شوكولا، كيما تحبوا، الاختيار ليكم. راهم لي كريم دوكا على ريصانهم تاع النواد كوكو، شوفوا راهم الله يبارك ما شاء الله. دوكا حنا عندنا كامل التاويل اللي نقدروا نديروا به الكاطو. على كل حال نتمنى انه تكون عجبتكم الفكره، وهذا هو الشكل النهائي تاع الغريبيه تاعنا. انا متاكده الناس اللي يحبوا الغريبيه والناس اللي يحبوا المائدات تاعهم في العيد ما تكونش خاليه من الغريبيه، على بالي بلي راح يجربوا الوصفه ولا يديروها، متاكده 100% انه راح تعجبهم. ما تنساوش ديروا لي جيم على فيديو، تخلوا لي تعليقكم مشجع من تحت. والحاجه اللي راني نستناها منكم، الا جربتوا الوصفه وكامل الوصفات اللي ما في نديرها لكم في القناه، نتمنى انه تخلوا لي التعليق في الوصفه اللي تجربوها، تخلوا لي تعليقكم، ارائكم عفوا، اذا عجبتكم لا خرجت لكم ناجحه ولا، لانه هذا الشيء يفرحني صراحه، يفرحني. ونحب نعرف اراء ولا انتقادات الناس اللي جربوا الوصفه هكا، باش اذا كاين عفسه ماشي مليحه نحاولوا نحسنوها. على كل حال كان هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم، نتمنى انه يكون عجبكم. شكرا على حسن المتابعة، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامة.